تعالوا نعمل النهارده شويه قراقيش، لكن ايه، لوز اللوز بالسمنه البلدي، وريحتهم كانت جايبه اخر الدنيا. تعالي هقول لكم النهارده على تكات جميله في القراقيش هتطلع معاكي ولا احسن من كده، هشه جدا من جوه ومقرمشه وجميله معانا من بره، وحاجه كده بجد خطيره. طب يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش في وصفتنا على طول. طبعا هنا يا بنات اول حاجه كده كل واحد فيكم لو حابب ياخد المقادير سكرين ياخدها، لاني انا هنا وانا بحط المقادير على بعض اكتشفت اني الكاميرا مش شغاله، وطبعا كالعاده يعني احنا بنعاني والله من ورا التصوير. تمام، فهنخش في الفيديو دلوقتي وهنكمل كل حاجه مع بعض. ولكن هنا المقادير زي ما انتم شايفين: كيلو من الدقيق، كوب من السمنه، نص كوبايه من الزيت، 2 معلقه كبيره من النشا، 2 معلقه كبيره من السمسم المحمص، ربع كوب من السكر، معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه من الملح، وكمان كوبايه من اللبن، وكوب ونص من الماء من الميه، وكمان معلقه كبيره من ريحه الكحك. تمام كده. طيب هنا احنا حطينا بقى كل المكونات، الجافه اللي شفتوها في الفيديو دلوقتي كده في البوست دي كلها حطيناها على بعضها، كانت اخرها كده زي ما شفتوا رشه الملح وكيس الخميره. طب قلبنا كل المكونات بقى الجافه مع بعضها. هنبدا هنا بقى نحط الماده الدهنيه بتاعتنا، عباره عن كوبايه من السمنه عليها نص كوبايه من الزيت. تمام كده، سمنه على زيت. وزي ما قلت لكم بقى يا حبذا لو كانت السمنه دي بلدي، عايزه اقول لكم ريحتها بتبقى قلب الدنيا. طيب هنبدا بقى هنا نشرب كده الدقيق كويس قوي للسمنه والزيت اللي احنا حطيناهم، يعني نبس كده العجينه بالشكل ده والدقيق يكون اتشرب السمنه كويس قوي. هبدا بقى احط هنا كوبايه من اللبن. تمام كده، وهبدا كمان الم بقى هنا بكوبايه ونص من الميه. طبعا هنا كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني ممكن ياخد منك كوبايه لبن وكوبايه ميه وما ياخدش النص الميه الاخير، فاحنا هننزل يا بنات بالميه تدريجيا. المهم احنا عايزين زي ما انتم شايفين كده العجينه معانا تكون بالشكل ده اهو. طبعا انا بقى عجنتها كويس زي ما انتم شايفين. هبدا بقى كده ادهن البوله بتاعتنا اللي احنا عجننا فيها من الاول، وهحط فيها رشه كده من الزيت، وهبدا انزل فيها بالعجينه بتاعتنا وهسيبها على جنب ترتاح حوالي بس كده 10 دقايق. انا مش عايزاها تخمر قوي. تمام، القراقيش يا بنات مش عايزينها والقرص والحاجات دي تخمر قوي، لانها كده كده احنا هنخمرها قبل ما تخش الفرن. تمام. طيب هبدا بقى اخد قطعه قطعه كده بالشكل ده، وابدا بقى كده اطلع بس منها الهواء كويس، وابدا بقى كده اني انا افردها بالشكل ده على شكل رول. وهنبدا بقى هنا كده نبططها بايدينا كده ونشكل بقى شكل القراقيش بتاعتنا. وتخلي القراقيش بتاعتك ولا هي رفيعه قوي علشان ما تنشفش منك قوي في الفرن وتبقى عامله زي البقسماط، ولا هي تخينه قوي علشان ما تبقاش عامله معاكي زي القرص وتكون طريه خالص من جوه. بصوا بقى هنا يا دوبك كده السمك بتاعها وسط، وهوريه لكم دلوقتي. تمام، هنبدا بقى نقطعها هنا باي شكل انتوا عايزينه وباي مقاس انتوا عاوزينه، عايزينها اصغر من كده اطول من كده براحتكم خالص. بصوا هنا السمك بتاعها انا بوريه لكم اهو. وهنبدا هنا بقى في الصينيه بدون اي ماده دهنيه، كده كده هي فيها الماده الدهنيه الكفايه. طيب لو انت خايفه ان هي يعني تلزق منك في الصينيه ممكن تدهنيها عادي بالزيت، مفيش اي مشكله. تمام كده. طيب عايزه اقول لكم والله العظيم ان ريحه العجينه بس كده لوحدها خطيره. بصوا هنا انا بقول لكم معلقه ريحه الكحك اللي احنا حطيناها مخليه ريحه القراقيش دي حاجه فوق الروعه. تمام. طب هنسيبها بقى هنا كده ونغطيها بعد ما نخلص الكميه كلها، هنسيبها تخمر حوالي بس كده يعني مش اقل من نص ساعه بره، وبعد كده هنبدا بقى ندخلها في الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 200. ونبدا كده يا بنات لو خدت من تحت لون ومن فوق لسه نطفي تحت ونشغل الشوايه ونطلعها ونسيبها في الهواء زي ما انتم شايفين لمده ساعه على الاقل. هتبدا زي ما انتم شايفين كده تبقى يعني دايبه معانا دوب ومقرمشه وحلوه جدا جدا. لو حد ليه اي سؤال انا نسيته يكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، اعاد الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ودعوه حلوه منكم لاختكم ان ربنا يقومني بالسلامه، لاني والله ربنا عالم انا بصور لكم الفيديو ده وانا عامله ازاي، طبعا واضح من صوتي. ربنا يا رب يشفي كل مريض. بصوا هنا بقى الجمال بجد، الحلاوه تحفه. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، واسيبكم في امان الله ومع السلامه.